السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كيما على بالكم كل وين يقرب رمضان كل وين نبداو نخمو واش راح نديرو معسلات لرمضان. هاد الوصفه تاع اليوم، هاد لي كورني معسلين فارسي بشوكولا بخاليني بزاف بزاف واذا هايلين. عجبوكم ما ننصح تبخلوش عليا بجيم لا فيديو رايكم في لي كومونتير وبارطاجيو هاد لا روسيت لو ماكسيموم باش كامل الناس يستفادوا. بلا ما نطول عليكم نفوتوا نشوفوا كيف المقادير وطريقه التحضير. نفوتوا نوجدوا كيف الوصفه تاعنا. راح نبداو بالعجينه واللي نحتاجو فيها كاس ونص تاع فارينه. الفارينه تاعي تكون مغربله. سيات الكاس تاعي 220 مليلتر، تقدروا تخدموا حتى بالكاس اللي يهز 200 مليلتر. تحتاجوا رشه مليحه تاع ملح وحوالي 3 مغارف كبار تاع جرجلانيه تكون محمصه مليح، ولا تعوضوها باي نوع تاع مكسرات. انا خلطت معاها حتى اللوز محمص ومرحي رقيق. نخلطوا هاد المكونات كيف ونزيدوا معاها الزيت هنا حوالي 50 مليلتر، وتزيدوا مغرف تاع زبده ولا مارغرين تكون طريه الوزن تاعها حوالي 30 غرام. شوفوا هاد العجينه راح تجيكم مبسه. يعني من بعد كي تبداو تبلوا فيها بالخليط تاع الماء وما زهر، لازم تتاكدوا باللي حطيتوا الكميه المناسبه تاع الماء وما زهر. ما لازمش العجينه تاعكم تجي تتفتت. واذا جاتكم العجينه تتفتت يعني الحبات تاعكم راح يتحلوا في الطياب. هنا زدت رشه برك تاع خميره كيميائيه، ماشي بزاف، حوالي 3 غرام. كيما قلت لكم هاد العجينه راهي مبسه مليح. راح نلموها بالخليط تاع الماء وما زهر، ولازم تكون كميه مناسبه تاع الماء وما زهر، يعني تبقاو تبلوا فيها بهذه الطريقه وتعجنوا. العجينه تاعكم لازم تجيكم عجينه طريه، ماشي عجينه يابسه ولا تتفتت. اذا جاتكم تتفتت راح يتحلوا لكم الحبات في الزيت. شفتوا العجينه تاعكم قلت لكم لازم تكون طريه، ماشي طريه بزاف، تكون طريه مليحه. نغطيوها بصاكون بلاستيك ولا فيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح على الاقل ساعه ولا 45 دقيقه بهذه الطريقه. بعد ما ارتاحت العجينه تاعي، شوفوا راح نعاود نعتلكم العجينه باش كامل تنجحوا فيها وما تقولوليش راهي ما نجحتش معنا الوصفه. وان شاء الله كامل تشوفوا لا فيديو للاخير باش تستفادوا من كامل هذه النصائح وتنجحوا فيها، ماشي تروحوا تهزوا برك لي زانغريديون وتقولوا ما نجحتش معنا. كاين بزاف اللي يديروها. لازم تشوفوا كامل لا فيديو. نتوما تعبتوا وشريتوا هذوك لي زانغريديون، مالا شوفوا كامل لا فيديو وبداو خدموها. هنا بعد ما ارتحت العجينه تاعي نروح نطرحها رقيقه. حاولوا تطرحوها رقيقه بزاف. السمك تاعها حوالي 3 مليمتر، وتبداو تقصوا فيها اشرطه. طول الشريط طول ما يهمش، قصوهم طوال كما راكم تشوفوا. العرض يكون 1 سنتيمتر ولا تزيدوا عليه شوي، ما يكونش قل من 1 سنتيمتر بهذه الطريقه. وتجيبوا لي كورني تاعكم وتبقاو تدوروا في العجينه بهذه الطريقه. هنا كل دوره لازم العجينه تلصق في بعضها، ماشي تجيوهم ديروهم مفرقين، لا باش من بعد كي نضغطوا عليهم تلصق مليح العجينه في بعضها. مع الاخر هنا دهنت بشويه تاع ماء ونزيد نضغط مليح. شوفوا هذه الطريقه باش كامل ما يتحلولكمش في المقله ولا في الزيت. بعد ما نضغط عليها على بالي بلي ما راحش تتحل في الزيت، تخليو شويه مسافه من الفوق باش كي يكملوا يتقلاو نحيوهم بسهوله. نحيو هذوك لي كورني بسهوله. كيف راح ندور ولا ندور العجينه على كورني واحد اخر باش تشوفوا مليح وتفهموا معايا الخدمه. بهذه الطريقه في الاخر ندهن بشويه تاع ماء ونضغط مليح. شوفوا هنا راني نضغط على كامل العجينه. طريقة كما شفتوا عجينة بزاف سهلة، ما فيهاش بزاف مكونات، وطريقة ثاني بزاف سهلة. نزيد معاكم حبة أخرى باش تفهموا عليا مليح. بهذه الطريقة كما قلت لكم كي نحط العجينة نحطها لازم تلصق في بعضها، ما ديروهاش مفرقة. اكيد راح تتحل لكم، بصح كي ديروا هكا تلصقوا العجينة في بعضها وتزيدوا تضغطوا مليح، يعني طريقة أكيدة مضمونة ما راحش تتحل معاكم بهذه الطريقة.
بعدها نسخنوا الزيت، تقدروا حتى تكملوهم كامل ومن بعد تبداو تقليوهم، ولا تخدموا نصف الكميه ومن بعد تكملوا. الزيت تاعكم اكيد يكون غزير كما راكم تشوفوا. النار ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش زايده، تكون اكثر شويه من الهاديه، يعني بين المتوسطه والهاديه، وتحطوهم يتقلاو كما راكم تشوفوا. وقلت لكم تخليو شويه من الفوق باش من بعد ديموليوهم فاسيلمون. تقلبوهم ساعه على ساعه باش يطيبوا كامل كيف كيف. كي يديو لكم لا كولور دوغي تخرجوهم، تخليهم يتقطروا مليح من الزيت. كي يبردوا مليح ديموليوهم. صدقوني يجيو بزاف خفاف مقرمشين هايلين. هاد الوصفات بزاف هايلين في رمضان. تقدروا هاد الوصفات توجدوها من درك، توجدوا لي كورني تخبيوهم في الكونجيلاتور بعد ما تعسلوهم، تخبيوهم في الكونجيلاتور. وبعدها كي يوصل رمضان ان شاء الله ولا اي مناسبه تجبدوهم، تخليهم حتى تنحالهم طول البروده وتفاصيوهم بواش حبيتو. باين باللي جاو بزاف هشاش ومقرمشين. بعدها بعد ما يبردوا لي كورني تاعي نروح نسخن العسل تاعي لازم يكون سخون. خلط له شويه تاع ما زهر وبعدها نبدا نعسل كامل لي كورني تاعي. المهم العسل تاعكم لازم يكون سخون. نعسلو كامل لي كورني كيما قلت لكم، نخليوهم يتقطروا مليح. وبعدها نروحو نوجدوا لا فارس تاعنا اللي راح نفارسيو بها هاد لي كورني. بهذه الطريقه. بعد ما نكمل نعسلهم كامل، شوفوا الشكل تاعهم كيفاش جا بزاف هايل. دركا واش راح نفارسيهم؟ عندي شوكولا براليني بزاف هايله بنينه، فيها لوغو تاع الكراميل تاني. نروح نحط شويه تاع لوز محمص مرحي رقيق، تقدروا ترحيوه رقيق ولا متوسط. شوكولا تاعي شوكولا براليني كنت سخنتها شويه باش نخدم بها تسهل الخدمه. نحطوها دون اون بوش ادوي ولا اون بوش سامبل، ونبداو نفارسيو كامل الحبات بهذه الطريقه. ما تخافوش راح كي تبرد راح تجمد، ما راحش تسيح لكم. وبعدها من الفوق راح نحط لها شويه تاع بيستاش باش يمد لي شكل مليح. هذه هي. تقدروا تحطوهم ثاني في الكيسات راح يجيو بزاف هايلين. قلت لكم برك نصيحه، واذا حابين توجدوهم من درك لرمضان تقدروا توجدوهم. اخدموا لي كورني تاعكم، عسلوهم، خليهم يبردوا مليح. بعدها حطوهم في لي ساك دو كونجيلاسيون وحطوهم في الكونجيلاتور تاعكم. كي يوصل رمضان ولا عند التقديم تجبدوهم من الكونجيلاتور، تخليهم يدفاو، تنحالهم البروده تاعهم، وبعدها تفارسيوهم بهاد لافارس تاع شوكولا ولا تاع توفيا كراميل كيما حبيتو. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه تاع الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تبخلوش عليا بجمع لا فيديو ورايكم في لي كومونتير، اي سورتو ما تنساوش تبارطاجيوهم لو ماكسيموم باش كامل الناس يستفادوا. ما بقى لي غير نقول لكم سلام ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.